حلقتنا النهاردة عن السمك. هنعمل مع بعض الرز الصيادية زي ما بيتعمل في المحلات بره، وكمان على اللون بتاعه الغامق ده، وكمان معانا كده سمك بانيه كده مقلي، حاجة من الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معانا كده سمك جزل زي ما انتم شايفين، معانا راس توم، قرن فلفل حامي، ليمونة، معانا كمان كزبرة ناشفة مطحونة، وكمون كمان مطحون، ورشة من الملح، ومعانا كمان خل، وهيكون معانا كمان ملح. هنضرب كل مكونات التوم مع الفلفل مع المكونات كلها في قلب الكبة، وهبتدي ان انا احيق بيها قطع السمك. طبعا هنا التحقيقة دي بتفرق كتير جدا، خلاص، بتخلي طعم السمك بتاعنا حلو جدا. تحقيقة كده قطع السمك من الجنبين. بعد كده هبتدي ان انا اغطي وهسيبه بقى كده لمدة نص ساعة لحد ما انا اعمل الرز. هيكون هو اتبل و اتشرب بيه التتبيلة دي، لما نيجي نقليه هيديكي طعم وريحة في منتهى الجمال. مقادير الرز الصيادية: هيكون معايا كده رز مصري، معايا بصلتين انا بشرهم بالمبشرة كده ترانشات، معانا بقى ورق لورا، ومعانا بهارات سمك وملح وفلفل اسود. هجيب الطاسة واحطها على النار، وبحط فيها كده معلقتين كبار من الزيت. هستنى على الزيت لما يسخن كويس، بعد كده بنزل بترانشات البصل. ده عبارة عن بصلتين كده كبار متقطعين كده ترانشات، وهبتدي هنا احمر البصل ده تحميرة كويسة. يبقى انا هنا كده عايزة البصل ده ياخد لون غامق شوية كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده ما وصل بقى للدرجة دي، ببتدي ان انا احط له البهارات بتاعته: الملح والفلفل الاسود، مع كمان بهارات السمك. ولو ما عندكيش بهارات السمك تقدري تحطي اي بهارات انت حباها. هحط عليه كده معلقتين كبار من الشوربة، لو مش متوفر عندك الشوربة يبقى من المية. وهبتدي ان انا اضرب الخليط ده كله بقى في الخلاط لحد ما يكون معايا ناعم جدا. هجيب حلة واحطها على النار وانزل فيها بالمادة الدهنية على حسب رغبتك خالص. اول ما تبتدي المادة الدهنية كده تبتدي ان هي تسيح، هبتدي انزل بالرز بتاعنا. وهنا هبتدي ان انا اشوح الرز بقى تشويحة كويسة كده على النار. هبتدي بقى كده بعد ما تشوح الرز كده، هبتدي ان انا انزل بالبصل اللي انا ضربته في الخلاط بمعلقتين الشوربة. هنزل بقى بيه كده على طول على الرز. هبتدي بقى اشوح السائل بتاع البصل المضروب ده مع الرز تماما. هديه كده تشويحة كويسة لحد ما الرز يبتدي يتشرب من البصل ده خالص، وحسي ان الاناء بتاعي كده ناشف مفهوش اي سوائل خالص. كمان هنا ضفت له ورقتين من اللورة. طبعا ده هيبقى سهل ان لما الرز يستوي تقدري ان انتي تشيليه. خلاص هو كده اتشوح معانا كده، خد التشويحه الكويسه. هبتدي ان انا بقى ايه ازود له ميه سخنه، خلاص، عشان يطلع معاكي الرز كمان كده مفرفر وحلو جدا. هضيف هنا الميه السخنه، او لو عايزه تضيفي شوربه على حسب راحتك. انا هنا حطيت ميه، وبتحطي هنا الميه فوق مستوى الرز بعقله صباع. بعد كده ضفت له كمان الملح، وبديله رشه من الفلفل الاسود، وببتدي كده ان انا اقلب بقى المكونات كده كلها، خلاص. وهبتدي ان انا اسيبه كده على نار عاليه، وبعد كده هدي عليه النار. هرجع بقى للسمك، هو كده خلاص اتبل على ما عملت الرز. هبتدي ان انا بقى اجيب طبق واحط فيه دقيق، وهبتدي ان انا اعفر السمكة كده من الجنبين بالطريقة دي. هعمل نفس الكمية بتاعت السمك بنفس الطريقة. هجيب بقى كده طاسة واحطها على النار، وهكون حاطة فيها الزيت، واهم حاجة لازم يكون الزيت معاكي سخن جامد. بعد كده هبتدي انزل بقطع البانيه زي ما انتوا شايفين. خطوة مهمة ان انت لازم تنزلي في زيت سخن. لو نزلتي والزيت بارد مهما تحمري في السمكة مش هتتحمر معاكي خالص ولا تاخد لون كويس.
هبتدي اقلبها بقى على الجنب التاني كده لحد ما توصل للون اللي انا عايزاه كده، اللون الذهبي الحلو كده المحمر. وهبتدي ان انا اكون حاطه بقى عندي منشف مطبخ، يا اما يكون عندك مصفى تطلعيه على طول على منشف المطبخ او على المصفى، بحيث لو فيها بقايا زيت تبتدي ان احنا نتخلص منها. بعد كده ببتدي ان انا اقدمه في طبق التقديم. شايفين بقى اللون بتاعه جميل ازاي؟ هنا الرز بتاعي كمان استوى اهو، شايفين بقى اللون بتاعه غامق زي ما بيعملوه بتوع المحلات بالظبط. هبتدي بقى ان انا كمان احطه في طبق التقديم. ودي كانت حلقتنا النهارده، طريقه سهله للرز الصياديه مع السمك البانيه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.